عندك ايفون 12 او عند اي شخص غالي عليك، ولدك، اخوك، اختك، امك، ابوك، اسمع كلام اللي بقوله عنه. انتم تدروني من عمري اسب ايفون 12، وحتى محل التلفونات اللي عندي ما عمري بعته ولا عمري شريته ولا اشتغل فيه نهائيا من زمان. الحين نزل خبر جديد، اسمع. هل الخبر يا سعود انه عشان يحتر يعلق خرب وياك؟ لا، الخبر صحتك يا جماعه. الموضوع وصل سرطان، وصل تلف بالخلايا، موضوع اكبر من خرابات، اكبر من انه يعلق. ايفون 12 حسب اختبارات الحكومه الفرنسيه، خبر توه، ان موجات الكهرومغناطيسيه قويه جدا فيه، والحكومه الفرنسيه منعت بيع الايفون 12 بكل فرنسا لانه خطر جدا، ولان الموجات هذه تسبب السرطان وتسبب تلف بالخلايا. وابل منعت الدعم الفني في فرنسا انهم يجاوبون او انهم يعطون معلومات عن مشاكل ايفون 12 للعملاء. والمصدر يا جماعه جريده بلومبيرغ الامريكيه، معروفه مصدر موثوق، واحتمال يسحبونه من الاسواق. وهم حتى بلجيكا والمانيا قاعد تحقق بالموضوع، واحتمال بعد توقف الايفون 12. نصيحه لكم من زمان حتى اقولها بموضوع خرابات، لك شخص غالي عليك، افتك من ايفون 12، صحتك الموضوع، مو موضوع خرابات.